خلينا كده مقتنعين ان الاكل بره بقى ممل قوي، بس انا النهارده بقى جايب لك اكل هندي. مساء الخير، مش دي الهند برضو؟ تعالوا سريعا كده بقى اعرفكم على هندي جاي، والناس دي متخصصه في الاكل الهندي بس، ودي اسمها المشرمه. ومن البدايه كده مش عايزك تستغرب اسم من اللي هقولهم لك لان كلهم بالهندي. ودي اسمها بطر تشيكن، ودي لحمه بالكاري. اما اللي شكله غريب ده بقى اسمه لحمه صوص سبانخ. وكل اللي حكيت لك عليكم وده كوم تاني خالص. المتعلقه يا جماعه، المتعلقه دي خدت قلبي. ولو اخد بالك كده هتلاقي كل حاجه معموله عندهم بالطريقه الهندي. فانت لو مندهش ومستغرب لحد دلوقتي فحب اقول لك انت لسه ما شفتش حاجه. واوعى تنسى بقى تجرب الحيدراباد، لحمه وفراخ وكاري وجمبري وسط اخر ده. واحد يجي يقول لي يعني ايه خلوه حيدراباد، اقول لك دي اسم مدينه في الهند. واللي بيميز الناس دي الصوصات بتاعتهم يا جماعه، كل حاجه فيها صوصات وبسم الله ما شاء الله حاجاتهم تحفه. ده حتى العيش يا جماعه ما سابوش العيش، عمل لك عيش بالجبنه وعيش باللحمه وعيش بالفراخ، والعيش ده اسمه عيش التان. وبالمناسبه كده هو اسمه عيش النان ولا التان. بالمناسبه كده نسيت اقول لك ان المكان ده كمان بسم الله ما شاء الله عنده 5 فروع في مدينه نصر وعباس العقاد وسيتي ستارز وكمان الزمالك والشيخ زايد. وطبعا بعد اللي انت شفته ده بتسال نفسك اروح اجرب ولا لا. احب اقول لك يا عزيزي ان التتبيله بتاعتهم بتوصل لحد اخر حته. هنا بجد حصل لي ايرور، ازاي وصلوا التتبيله جوه كده؟ الناس دي ما